شفناك علي على الجهة اليسار، ليدر دفاعيا هجوميا، ايضا تغطية في وسط الميدان، ما شاء الله حتى من الناحية البدنية. ذهنيا سجلت ضربة جزاء في وقت حاسم. ما السر؟ السر انه الواحد يخدم على روحه. حضرنا المقابله نتاعنا كما يلزم طولة الاسبوع الفارط الكل، كنا حاضرين للمقابله حتى مع تغيير المنافس، لكن لاعبين النادي الاهلي كانوا في قمه التركيز نتاعهم. كان عندنا هدف انه ننتصروا اليوم ونتوجوا باللقب نتاعنا. الحمد لله الواحد قاعد يخدم، قاعد من ماتش لماتش يتحسن، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. علي، المباراة كانت قوية، المباراة كانت صعبة ربما أكثر مما توقعها جمهور النادي الأهلي وحتى اللاعبين. صحيح سيطرتوا لكن ضيعتوا بعض الفرص وكدتوا تقبلوا أهداف. لا، كنا محضرين وكنا نعرف انه تستنى فينا لقاء كبير، خصوصا مع امكانيات الفريق بيراميدز، نعرفوا الامكانيات اللعيبه نتاعو الكل. حضرنا المقابله نتاعنا كما يلزم، لكن شخصيه النادي الاهلي والروح اللي كانت موجوده في اللاعبين خلتنا اليوم ننتصر. علي، باش نحكي معك على الموسم ككل. منذ 6 أشهر توجتم كأس السوبر، كانت بداية جيدة، ثم كان دروب قوي، يعني كان الفريق قاب قوسين وأدنى من الخروج من الشامبيونز ليج. حاليا هو مرشح للشامبيونز ليج، مرشح فاز بكأس مصر، مرشح بالدوري، وأيضا حتى اليوم كأس السوبر. هذه عادات وشخصيه الفريق. النادي الاهلي حتى كي يمر بازمه يعرف كيفاش يخرج منها. الحمد لله كنا عدينا بعد كاس العالم مرحله خايبه، كنا ممكن نخرج من دور المجموعات الشامبيونز ليج، لكن شخصيه النادي الاهلي وتوفيق ربي خلانا اليوم موجودين في النصف النهائي. حاليا طويت الصفحه، التفكير في الشامبيونز ليج الاسبوع المقبل مع الترجي. اكيد اليوم انا نفرحوا ان شاء الله، ومن غدوه نبداو نحضروا المقابله نتاعنا ان شاء الله ضد الترجي التونسي. امس كنت مع زبير بيه محلل قنوات ابو ظبي الرياضيه، وبلغ لك سلام خاص. الله يسلمك ويسلمه، وبلغ لي نسلم عليه برشا. زبير من خيرة اللاعبين الموجودين او تواجدوا في تونس، نسلم عليه برشا، وان شاء الله نتقابلوا في ظروف باهيه ان شاء الله.